من اللي هتاخده بالعنف. بمعنى ايه؟ اب عنده ابن بيغلط، او ام يعني عندها ابناء بيغلطوا. عنده طريقين: طريق العنف وطريق الرفق. طريق الرفق هياخد بيه احسن من اللي هياخده بالعنف. العنف هيجيب عنف، والعنف هيولد عند. وياما شفنا اب عنيف جدا مع اولاده ما بيحصلش حاجه خالص، هو بس طول النهار بيزعق. وعلى فكره اللي بيزعق كتير ده بعد كام مره كده زعيق، حتى لو كان مدرس او بيبدا الطالب يتعود على الزعيق والصوت العالي، فما يعبقش بالمساله خالص وما يحملش هم للمساله. هو يقول لك يعني ده هو بيطلع كده وينزل على ما فيش. مش بنسمع الكلام ده؟ بنسمع الكلام. يقول لك هو بيطلع كده وينزل على ما فيش. وان كان بينزل بقى على فيه، بيضرب لما يكسر عظم، او عنيف في الموضوع لدرجه ان هو يعني يقدر ينهر اللي قدامه او ينرفزه او ما الى ذلك. مش هيحصل برضه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمره ما هتكون النتيجه نتيجه العنف هي نفس نتيجه الرفق. لا، نتيجه الرفق احسن بكتير واولى بكتير. بيفضل ابنك في حضنك، بيفضل ابنك في قريب منك، بيفضل ابنك يعني عايز ايه؟ فتح لك اذانه وفتح لك ذهنه وعاوزك تديه تعلمه كمان وكمان طالما انت رفيق بيه. اما لو كنت عنيف بقى، انت بينك وبين النهايه ضرب، او انك تقوم ضارب ابنك قلمين، يقوم هو خلاص كده خد طريق وانت خد طريق تاني، اصبح ابنك لا يستجيب ليك ولا يسمع ليك ولا. هل حضراتكم في حياتكم كلها ما شفتوش اب عنيف؟ شفتوا كتير. يعني جارك ممكن يكون عنيف طول النهار انت سامع صوته. هل انت وجدت للعنف ده النتيجه؟ او انت اذا كنت النهارده عنيف مع اولادك فعلا، او مدرس عنيف مع التلامذه، هل بعد العنف ده كله شفت نتيجه كويسه ايجابيه؟ طبعا لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. يبقى الطريق الامثل في التربيه هو طريق الحلم، هو طريق الرفق. هنلاقي الكلام ده متناقض تماما مع كتير من بيوتنا على فكرة. يعني كتير من البيوت ما عندهمش حاجة اسمها رفق ولا عندهم حاجة اسمها حلم. الصوت العالي والخناقات والضرب والشتيمة والبهدلة وقلة الأدب. وده كله يا جماعة لا يؤتي ثماره في النهاية. وإن كان يثمر فهو يثمر ثمار غير نافعة. بيطلع ولد عصبي، بيطلع ولد منفعل، بيطلع ولد يمكن متشرد، بيطلع ولد لسانه طويل. أب لسانه طويل على أولاده هيطلع عيال إيه؟ لسانهم أطول منه، مش كده؟ اب ايديه طويله على اولاده هيطلع ولاد ايه؟ بقى لما هيكبروا شويه ويقدروا يدافعوا عن نفسهم بيدافعوا بايديهم، ولما تجيلهم الفرصه ان هم يضربوا بيضربوا. مش ده اللي بيحصل؟ بيحصل ده. فاحنا عايزين نكون